الأستاذ علاء عبد المنعم. يعني أستاذ علاء، بنتكلم على المادة 219 قبل الفاصل. المادة 219 حضرتك تقول لنا نصها وتقول لنا لجنة ال50 دلوقتي، لأن في كلام من 10 ساعات تقريبا موجود على الإنترنت إن مصادر داخل حزب النور السلفي بتقول إن الحزب توصل لاتفاق شبه نهائي ما بينه وما بين الأزهر ولجنة ال50 لحل الخلاف حول المادة 219 في الدستور الجديد. اتقال بقى ان المصدر ده بيقول ان النص الجديد، وخلي بالكم ده مش تصريح لسه رسمي، ده مصادر قايله لبوابه الكترونيه هي بوابه فيتو، تعريف مبادئ الشريعه الاسلاميه بانها الاحكام قطعيه الثبوت والدلاله والاحكام المجمع عليها مع التزام المشرع في الاحكام الاجتهاديه بالضوابط التي تحافظ على مقاصد الشريعه. تقول لنا الفرق بين الاتفاق ده والماده 219؟ طيب. بداية، ما يثار الآن من خلاف واختلاف حول المادة 219 والمادة الثانية ومبادئ ونشيل مبادئ، هذا ما يسمونه بمواد الهوية. أيوه. ومن نكد الدنيا على مصر أن يأتي أناس ليعرفوا هوية مصر بعد 7000 سنة. صحيح. ونختلف على هوية مصر. ومن نكد الدنيا على مصر انه ناس بقالهم 3 سنين زي حزب النور السلفي يجي النهارده يتكلم في اصل من اصول هوية مصر وما هي الصورة التي يجب ان تبدو عليها مصر. شيء غريب جدا. هذه المادة 219 بتفسر المادة الثانية. المادة الثانية بتقول مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. صح. تمام. يجي بقى يقول لك ايه هي مبادئ الشريعة الإسلامية اللي هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها المعتبرة في مذاهب، في ايه؟ مذاهب أيوه. أهل السنة والجماعة. مذاهب دي عندك المذهب الحنفي والشافعي والشيعي والحنبلي والمالكي، كل دي بقت مصادر. بمعنى انه اذا المشرع العادي سن قانون يستند الى رأي مهجور في الفقه الحنبلي يمشي او يمشي. ليه؟ لانه له سند من الدستور. اذا استند المشرع العادي الى مسألة تتعلق بالفقه المالكي او بالشيعي يمشي لانه له سند من الدستور. هذا كلام هزل، لانه مش النهارده في 2013 هنعلم مصر الاسلام وهنعلم مصر هويتها ايه وهنعلم مصر شخصيتها ايه. يا جماعه ده نوع من انواع الهزل. شخصيه مصر معروفه من آلاف السنين. طب احنا عارفين كده، تفتكر لجنه ال50 عارفه كده؟ لجنة ال50 يجب أن يكون لها مواقف حاسمة، إنما المواقف التي تبحث عن التوافق وتبحث عن صيغ مناسبة، لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش. لأنه إحنا في ثورة ضد من كفرونا. صحيح. إحنا قمنا بثورة في 25 يناير ضد اللي سرقونا، فجم اللي كفرونا فقمنا عليهم. فمن غير المتصور ان احنا نصغي ونعطي اذان صاغيه لاراء تبحث عن الماضي ولا تبحث عن المستقبل. انا عايز اسال ايهما اقدر بالخلاف؟ ان نختلف على الماده 219 ومبادئ، ولا نشيل كلمه مبادئ، ولا ان احنا نحط نص يلزم الدوله بميزانيه ثابته للبحث العلمي حتى تتقدم البلاد؟ لا، هو بحث العلم بس، أو الصحة والتعليم والتعليم، وأن نلزم والمرافق بالعدالة الاجتماعية والتكافؤ الاجتماعي. صحيح. البلد ليست في حاجة الآن للدخول في مهاترات انه مبادئ ولا نشيل مبادئ، والمذاهب ولا نشيل مذاهب ايه ونشيل ايه ونحط ايه. يا أستاذ علاء